وحشتوني 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 وحشتوني. المفروض بقى اعمل ايه؟ كنا بنسجل ازاي وكده فاهم؟ لا بجد والله انا بقالي فتره كبيره قوي فاهم، ما قعدتش على الكرسي ده. للي ما يعرفش انا بقالي تقريبا 10 ايام كنت قاعد في دبي، منها شغل ومنها فسح وانتوا بتمتحنوا. لا ربنا معاكم ربنا معاكم. وقلت بالمره اقضي العيد هناك. يعني الناس اللي متابعاني على الانستجرام عارفه كويس ايه اللي حصل هناك وايه اللي اتصورت مع مين وعملت ايه حاجات كتير قوي حصلت. فاي حد تابعني على انستجرام يعني انت ايه كفاءه والله العظيم، واي حد ما تابعنيش هتبقى كفاءه لو انت دخلت عملت دلوقتي لايك ايه كان بيقول ايه والله فولو فولو. لو دخلت دلوقتي عملت فولو على الانستجرام بتاعي هتلاقيه اهو، وهتلاقي تحت الديسكربشن برده خش عشان في حاجات ما بتنزلش هنا وحاجات جايه كتير. بص يعني انا هقول بص مفاجاه اشوقكم بس في حاجه جامده جدا جايه هتبقى كلها على الانستجرام يعني. فالمهم انا قلت ايه طالما هنرجع بقى الفيديوهات والاستمراريه تاني فنرجع بتحدي الضحك. انا بقالي 10 ايام وفي عيد برده كان في ال10 ايام دولت، فاكيد في كم فيديوهات غريبه نزلت فاهم، في الفيديوهات ايه اللي هي بتاعت الخرفان والحاجات الجميله بتاعت كل سنه دي هنخشها مع بعض وربنا يستر. قبل ما نبدا بس ريت تعمل لايك وشيك على مشاركه الجرس. قلت لكم تعملوا السوشيال ميديا بيزكت في الاخر ما علينا يعني، ونعمل انترو نيو مروان نيو مي والله العظيم. ماشي يلا ونقول ايه الاخبار يا شباب معاكم مش هنطول على بعض كتير وتعال نخش نشوف اللي حصل في العيد وقبل العيد والثانويه وحاجات كتير قوي ربنا يستر. يلا بينا نبدا باول فيديو معانا. ايه ده في ايه؟ قلت صوت الحمار بعطيك هديه. ايه ده؟ قلت صوت الحمار لك هديه. لا اذا قلت يعني اذا قلت صوت الحمار. اوكي اذا قلت صوت الحمار لك هديه. اذا قلت الحمار. في ايه؟ اذا قلت الحمار. في ايه؟ كم حاجه؟ ايه ده؟ شوف حاجه والله. ايه ده؟ ريت ضحك لحظه ادراك. واضح ان في حاجه ذكيه انا مش فاهمها. مره كمان انا اسف اذا قلت صوت الحمار بعطيك هديه. تمام. اذا قلت صوت الحمار لك هديه. تمام. اذا قلت يعني اذا قلت صوت الحمار. اذا قلت صوت الحمار لك هديه. اذا قلت الحمار. اذا قلت الحمار. طب حلو. لا حلو بقول لكم ايه والله اتوقع ان اغلبكم لحد دلوقتي ما فهمهاش والله العظيم. هفهمها لكم عشان ما تبقوش زي يعني. ماشي. هو بيقول له ايه؟ اذا قلدت صوت الحمار بعطيك هديه. تمام. فالتاني بيرد عليه بايه بقى؟ بيقول له اذا قلدت صوت الحمار اعطيك هديه. فهمت ولا لسه؟ يعني هو بيقلده فاهم يعني. انا شايف افهمها لكم والله انا مدرس وحش قوي. اذا قلدت صوت الحمار بعطيك هديه. فده بقى بيقلد الواد اللي هو الحمار. والله العظيم يعني سبحان الله. ماشي. لا حلو. اتمنى معدل الذكاء بتاعي اقل شويه من بعد فيديوهات الانترنت للحمامات والحاجات دي والله العظيم والحر بتاع دبي. انا اسف. يلا بينا يلا نكمل. حلو. اللي بعده بيقول لك في مره ايه؟ مرة قلت لابوي انه احس بألم. تمام. قال لي طيب اصبر اجيب لك الدفتر. ايه ده؟ في مرة قلت لابوي ان الموضوع بسيط. تمام. قال لي لا احس انه سبونج بوب. تبغى اوقف التصوير؟ لا عادي مو مشكلة. في ايه والله؟ في مرة قلت لابوي اتخطى. تمام. قال لي ليش؟ اعلان يوتيوب. حاسس ان انا المفروض ما اضحكش على الحاجات دي والله. انا مستوى الهيومر عندي اقل، مستوى الضحك اقل خالص. حول الله. انا اسف. هي وحشه الصراحه هي وحشه بس عارف ليه ضحكت. ما علينا يعني ما علينا. اللي بعده الفيديو اللي بعده بيقول لك بغيت نفهم كيفاش قنعوا. بغيت مالناش دعوه بالكلمتين دول. بيقول لك هو يعني عايز يفهم كيفاش ازاي اقنعه. لا انا بقول لك ايه انا والله العظيم في دبي وسمعت لهجات كتير. ماشي يلا بينا يا سيدي. افهمك. فهمني. ايه ده مؤاخذة؟ لا. ايه ده؟ هيك. لا برضه. ايه ده؟ ما تطلع الجعر هاي زي شلة. ده لابس نضاره اغلى من النضاره اللي معايا والله. ايوه ايه ده؟ هو ليه الخروف دوت عادي ولا عايش حياه احسن مني؟ حاسس ان النضاره دي اغلى من السيت اب بتاعي تقريبا. مش دي ريبان ولا حاجه زي كده؟ صح ولا هما بيدلعوا عشان لا برضه الطريق اللي العيل ورا بيشرح له. للدرجه دي وصلنا يا نهار ابيض. بقى في لغه حوار ما بيننا وبين الخرفان. والله العظيم يا ما نعيش يا ما نشوفش.
انا مش فاهم. بيقول لك لما تصلي العيد وتلاقي ترانسفورمرز بيشحتوا بعد الصلاة. ايه ده؟ السلام عليكم يا جماعة الخير. اقسم بالله العظيم يا جماعة ما بشحت، والله العظيم يا جماعة انا من المنصورة، جيت هنا السجل المدني عشان اطلع بطاقة، البوك بتاعي اتسرق. والله العظيم العيد في مصر حاجة تانية، والله العظيم. انت متخيل فاهم في التجربة بتاعت العيد فاهم تلاقي ترانسفورمرز ماشي جنبك فاهم، والله العظيم والميجا ترونز والمش عارف اسمهم ايه دول، مش ده بيلي بي اسمه ايه؟ ما علينا ما علينا، والله العظيم ما نعيش ما نشوف. ماشي اللي بعده بيقول لك الاطفال في صلاة العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ترو صراحة، هي ترو صراحة ترو. انا مش عارف ليه حب العيال يعني أو مش عارف والله او ايه ده؟ المايك وقع، استنوا يا اختي ثانية واحدة المايك اتفك. ايه يا جدعان هو انا بقالي كتير بره؟ ايه يا عم زعلك وحش كده؟ ما بقاليش يعني 10 ايام ما استخدمتكش والله العظيم، ده المايك وقع والله في ايديا. ممكن اشدك شوية؟ انا اسف، اشد شوية كمان ولا انا اللي كلت كويس في دبي ولا ايه؟ والله بتاعت شال في ايديا. ما علينا ما علينا، لك حبة بسيط حبة بسيط حب بس تمام خلاص. مالناش دعوه بالاطفال، مالناش دعوه بالاطفال، مالناش دعوه بيكم. انتوا كويسين انتوا كويسين. اللي بعده زعلهم وحش والله. ايه ده؟ بص حاسس ان في ترند جديد والله العظيم، شكلها اغنيه والفنانه نوره صبرا معرفش. ربنا استر يا فنانه. ايه تمام. هو في كابتشن تمام كنا المفروض نقراه، بيقول لك عمال احفظ في قوانين ومصطلحات واحل امتحانات علشان الم الماده، طلاب زراعه اللي بعده يا ناقصه لبخه في الكلام. اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان تمام مفيش اي حاجه زي الفل، وانا الدبانه عامله معايا الصح، يعني بختار الاجابه اللي الدبانه بتقف عليها. ايه ده؟ ما شاء الله يعني يعني الدبانه احسن من الطالب اللي قدامي، لان بقول له السؤال الرابع قال لي ماله، انما الدبانه بتقف على الاجابه على طول. لا على انا والله لا الدبانه عامله الصح، وخد بالك بالذات. حضرتك على حاجه اقول لحضرتك يا الله. بص والله العظيم يعني وصلنا لحاجات ما يعلم بيها الا ربنا، اقسم بالله. عصرت ان الدبانه بتغش الطلاب. لا اله الا الله. الله يكون في عونكم والله العظيم يا جماعه، الله يكون في عونكم والله العظيم. طلاب الثانويه العامه يعني قلبي معاكم والله العظيم. خلي الناس بتعتمد على الدبان دلوقتي. كان في برشام زمان، كان في حاجات بتحطها في ودنك، كان في موبايل، كان في فاهم تكتب على الحيطه، تكتب على دراعك، تكتب على قميصك فاهم. دلوقتي بقى يعتمدوا على الدبان في الغش. يلا اللي بعده المراسل. طب طريق السلام انا كيمياء صح؟ ايه ده؟ يا عم امشي بقى، خلاص ربنا يعينك. يا عم امشي بقى، خلاص ربنا يعينك يا رب. غر من وشي والله يا جدعان. والله مش عارف اقول لكم ايه والله، بس يعني اي حد بيمتحن ولما بيخرج بالامتحان مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس الاهالي لا ما هي صح برضه. كنت اقول لكم الاهالي مفهمه الاطفال ان الطلاب ان ده يعني السنه دي تعتمد على حياتكم كلها وتاريخكم قصدي مستقبلكم والكلام ده كله يعني فاهمين. ما علينا بقى ممكن نعمل حلقه نتكلم فيها عن الموضوع دوت، لان انا الصراحه والله العظيم الثانويه العامه دي عباره عن فقاعه هوا فاهم، والله العظيم شكل على الفاضي ولا اي حاجه والله. ما علينا يعني، ربنا معاكم انجزوا الامتحان بس عشان ايه هتعرفوا الواقع اللي هيستناكم قدام يعني. اللي بعده بيقول لك مستغرب ليه اهلي بيخافوا يصحوني انا لما اقوم من النوم. ده ترو الصراحه، ده ترو. ده مش انا يعني، ده ترو مش انا. مش انا. مرتبات الطيران. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مرتبك بيبقى قليل شويه في اول سنه، مثلا يكون $3000 او $4000 في الشهر. 3000 ايه؟ زي 1000 جنيه. بقيت مساعد طيار خلاص ومعاهم في الشركه. ممكن المرتب بتاعك يوصل ل $6000 في الشهر مثلا او $7000. ده بعد فترة من الفترات زي ما اتفقنا بتعمل ابجريد تريننج، بتبقى كابتن في ايرلاينز، وفي كباتن بتوصل ل $30,000 في الشهر.
فده باختصار جدا مرتبات الطيارين. مش يعني هو مرتب كبير شويه بس مش من الارقام اللي بسمعها. ارقام وانا اللي بعد على الكرسي بعمل لكم فيديوهات والله. 3000 دولار ده بدائي يعني، ده انت لسه متعين تاخد 3000 دولار يا رب. طب ايه يا جماعه مفيش حد يتفرج عليا فاهم يعني ليه في الطيران؟ انا ممكن اتعلم الطيران على فكره ابقى كابتن طيار يعني. والله قاعد اعمل تحديات الضحك. ماشي يا سيدي ماشي. برضه هعمل لكم فيديو برضه على فكره. كنت زمان كنت هطلع طيار والله العظيم، بس اخترت ابقى اطلع يوتيوبر. انتوا متخيلين ضحيت بقد ايه؟ اللي بعده بيقول لك ايه ده طلع بجد؟ حد فاهم ليه؟ يا جدعان معانا ظاهره غريبه جدا. ايه ده؟ منين يا الفيوم. طب سوسو كده. ايه ده في ايه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. عشان تعرفوا ليه وقفوا عرب جوت تالنت والله العظيم. اللي بعده بيقول لك يرحلون ويبقى اثرهم. يا اخي ايش اقول؟ ايه ده؟ ضيعت الاماكن في العالم كله اللي جيت تجلس هنا يا اخي. والله يا نهار اسوح. ده ايه ده يا اسطى؟ ده عادي ترد على السخن على البارد. لا ترد على البارد. اللي بعده بيقول لك اخر صوت للغواصه قبل الاختفاء. الغواصه دي حصل وانا كنت مسافر وكنتش فاهم عنها اي حاجه خالص، فاكتشفت يعني الناس اغنياء كده راحت فيها وما بدعونيش علينا بعدين. ماشي اخر صوت. علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك بسبب لا بعد اذنك ما اسمحلكش. انا سايب الترند دوت من قبل السفر. هو لسه شغال؟ ايه ده؟ ماشي اوكي. شكلها كده بقى من الحاجات اللي تضحك تاخد عليها سيئات. ايه علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير. ايه ده؟ ده الفيديو في التاني. ده انا خدت قفايف في نفس الوقت. يا لا ترند العصفور الجديد دوت يخلص بسرعه علشان انا اتخنقت. علاوي يا رب. اللي بعده شرق الخواطر. حسن انا جايه لك النهارده بتحدي ب1000 جنيه ولو جدع تكسبه. تمام. ده تحدي سهل خالص. يا ست اسكتي. تحدي سهل خالص وحياة ربنا. معلش يا حاج. انت كان نفسك تقول لي ايه من زمان؟ في كلمه نفسك تقولها لي. هيقول لها انت طالق. واقولها لك وهتديني. هيقول لها انت طالق. يبقى كسبت التحدي. هيقول لها انت طالق على قصه على رهان حرام بس مش رهان. حسن دي سهله ميه. روح عند امك. اروح عند امي. الحمد لله ما هنتكمش. عادي متوقعه. ما بتضحكش. بيقول لك حافظ اللحن بس ويخمن الكلمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام كاتب. لبيك اللهم لبيك. اوكي الحج. اللهم لبيك لا اله الا لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا اله الا الله. احنا رايحين على فين والله العظيم؟ الراجل ده زي ما ضربش في البصر والله العظيم. كانوا شدوه كده من قفاه فاهم وخد فاضل 3 فيديوهات. يلا باجيت. ايه ده؟ لو كرواسون. ها؟ علاوي. لا كده كتير والله فاهم. انا فاضل ان انا فاهم ابص في البنطلون. بص علاوي حبيب قلبي ابو حسين. ايه ده؟ علاوي في كل حته. لا علاوي اهدى علينا شويه. علاوي حبيب قلبي اهدى علينا شويه. حبيب قلبي يعني ايه؟ اهدى علينا. كفايه الترند ده. تعبت لسه بادئ وتعبت منه. اللي بعده بيقول لك ريل اولفيك. ايه ده؟ لا مش بتضحك مش عارف ضحكت على ايه والله العظيم. اللي بعده انا والله العظيم خايف اخش على الفيديوهات يجي لي علاوي حبيب قلبي انا بيقول لك اخيرا شفت المقطع الاصلي قبل ما اموت. ربنا يستر عشان هيبقى فيه علاوي حبيب قلبي. ايه ده؟ ايه ده؟ هي في اغنيه جديده جيمي شارك طلعت؟ ايه ده؟ طب والله حلو. هي دي النسخه الهندي ولا ايه ده؟ طب والله احلى. فاهم احنا عايزين واحد نسخه شعبي من دي والله. النسخه بتاعتنا تبقى الشعبي الجايه بقى. لا حلو لا حلو والله. بس بقول لك اخيرا شفت المقطع الاصلي قبل ما اموت. واضح انه ترند قديم قوي وفاتنا. بص برضه السفر برضه بيبقى الغربه وحشه. بيبعدنا عن ترندات حلوه زي دي. ما علينا يعني. كفايه خلصنا والله خلصنا والله.
ستوب. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. استنى بس اقرب المايك عشان خايف بس. اوعى تفس، اوعى تفك. ماشي تمام. فبس ده كان فيديو النهارده، ربكم يلعبكم. لو عجب الفيديو لسه تعمل لايك واشتراك وشغل الجرس، وتابعوا السوشيال ميديا كلهم، انستجرام تويتر تيك توك كلهم. وبس كده نخش بقى في جدولنا العادي بقى، والرعب والحاجات الغريبه والفيديوهات مجهزاكم جامده هتعجبكم. وبس كده اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. واه جود باي. ثانيه واحده كده. علاوي حبيب قلبي يا عم